منافسة كأس العرش كتبقى دائما عندها مكانة كبيرة ومتميزة على مستوى الساحة الرياضية الوطنية، خصوصا هذه الكأس التي تحمل دلالات تاريخية وصبغة وطنية لدى جميع المغاربة. قراءة تقنية وقراءة تكتيكية لرضوان الفرحي، اعتماد على هذه المجموعه. مشات الكره في الجهه اليسرى، سيف الدين بورا شاد يعمل، سيف الدين بورا كينتظر المسانده، بورا النيجيري هذه اوغونيس، ولكن التسديده ديالو ما كانتش بشكل جيد. اللاعب النيجيري كتضيع هذه الفرصه وتضيع هذه المحاوله من فريق الوداد. نتابعوا من جديد هذه المحاوله مره اخرى. زكريا دراوي استلغت الكره في الجهه اليسرى، بدر قدرين ممتازه لعبد الله حمود. كيلعب الكره في الجهه اليسرى، ترفع الكره من سيف الدين بورا، خروج الحارس هشام العلوش، فرصه وزكريا دراوي يسدد في الوقت ابعاد الكره بطرف الحارس علوش. هناك المطالبه بالخطا وبضربه جزاء، الحكم كيطلب مواصله اللقاء. كانت فرصه لفائده فريق الوداد. فهد الضيفي وجبريل سيلا وخالد ايتور خان واسماعيل وفيق والعديد من اللاعبين. فرصه راسيه مرت جانبا بواسطه كمال القيراع. كانت محاوله وفرصه لفائده فريق شباب محمديه، وان كان تقدر العوده من وضعيه التسلل. غنتابعوا من جديد هذه الفرصه وهذه المحاوله لفائده فريق شباب السوالم. امكانيه التمرير من الجهه اليمنى، تلعبات العرضيه، هذه فرصه بواسطه لاعب محمد الخلوي، والهدف هدف اول لفائده فريق شباب السوالم الرياضي، ينجح في الوصول للمرمى والوصول للشباك. هدف بواسطه كمال القيراع. فرحه كبيره للاعبي فريق شباب السوالم. كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد، وتابعنا الراسيه، وصلت الكره تمريره من الجهه اليسرى تصل لكمال القيراع الذي يضع الكره في الشباك بكل هدوء. هدف اول لفائده فريق شباب السوالم الرياضي. غادي نتابعوا المحاوله. مشات الكره من الجهه اليمنى، لاحظوا عبد الواحد حسني تمكن من التمرير. هنا التمريره الراسيه ديال محمد الخلوي، كان وضعيه تسلل على اللاعب كمال القيراع. انس تلغات كيرجعها لامين فرحان. عبد الله حمود، سيف الدين بورا طلب الكره في الجهه اليسرى، بالفعل توصل الكره. سيف الدين بورا شو غادي يعمل؟ سيف الدين بورا امامه عمران رفيدي، رفع كره راسيه، فرصه، الكره مرت جانبا. فرصه ومحاوله كانت بواسطه زكريا دراوي الذي يسدد الكره الاخيره، ولكن الكره تمر جانبا. غنتابعوا من جديد. سيف الدين بورا رفع الكره، لاحظوا كان يعني القادمون من الخلف هو زكريا دراوي في الوقت اللي كان كذلك تواجد اسماعيل الحداد. نتابع هذه الفرصه ونتابع هذه المحاوله. بالنسبه المرتد هجومي، اعتقد تكون الصافره ديال الحكم. بالفعل صافره حكم المباراه حمزه الفارق ينهي اطوار هذه الجوله الاولى بتقدم فريق شباب السوالم الرياضي بهدف لا شيء، هدف كمال القيراع في حدود الدقيقه 24. جوله اولى فريق الوداد حاول الوصول لمرمى تحويل فرص ولكن لم يتم استثمارها، في الوقت اللي فريق شباب السوالم تمكن من تسجيل هدف. اعتقد انه في فتره الاستراحه ستكون فرصه للمدربين رضوان الفلحي ومحمود السبكي بعد ما كان تخطى الاتفاق المراكشي. والدور الثمن النهائي كان فاز على فريق شباب محمديه ب3 اهداف مقابل هدفين. الدور ربع النهائي كان تخطى فريق الرجاء هدفي يحيى عطيه الله وزوير المترجي، والدور نصف النهائي كان فاز على فريق الفتح الرباطي بضربات الجزاء. امامنا رضوان الفلحي. لاحظوا التفكير في طوار ديال هذه الجوله الثانيه، وخصوصا العوده في النتيجه ديال المباراه. تعطات انطلاقه والكره طويله، كيبان ما كاينش هناك تغييرات. سيف الدين بورا يسعى للتنفيذ، لعبت الكره دائريه راسيه وتدخل الدفاع طبعا على مرتد هجومي لفائده فريق شباب سوالم بواسطه اللاعب سليمان بوشقالي. انطلاقه ديال بوشقالي كينتظر المسانده. بوشقالي كيمرر خطيره لعبد الواحد حسني يضيع. عبد الواحد حسني وجه لوجه مع الحارس يوسف مطيع. الكره تمر جانبا بل تلمس الشباك الخارجيه للمرمى وللشباك. سنتابع هذا المرتد الهجومي سليمان بوشقالي كيستعد لتنفيذ هذه الكره الثابته. لعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه راسيه، فرصه جمال حركاس بحث على انه يلعب الكره بنصف هوائيه، ولكن كان تدخل ديال بلالي النعامه. الحكم كان الخطا وانذار لجمال حركاس اللي بحث على الكره الاخيره. امين فرحان
فرحان كيحاول يسدد تسديده ومرة جانبا ممتاز امين فرحان. كرة عرضية قوية وهذا هو المطلوب يعني من اللاعبين، هو ان يكون تسديد للمرمى. لاحظنا بان رغم ان الكرة ما كانتش قوية بشكل كبير، ولكن لاحظوا لانه مشات عرضية، فلو مشات المرمى كان غادي تشكل خطورة كبيرة. ممتاز اللاعب انس الغات. جبل حركاس كيلعب الكرة طويلة عند اوغونيوس، ما تمكنش من حصر الكرة ولكن تمكن ان يوصل لها. عادي اوغونيوس محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء، يمرر فقد توازن اللاعب سيدي بونا عمار. تدخل، هذه فرصة اسماعيل الحداد يسدد والكرة تمر جانبا. اسماعيل الحداد يسدد، هناك المطالبة بالزاوية. كانت فرصة أخرى لفائدة فريق الوداد. الضغط الآن من الفريق الأحمر. أوغونيوس تمريرة، لاحظوا بأن بونا عمار فقد توازن، رغم ذلك حاول يوصل الكرة. اسماعيل الحداد ما تمكنش أنه يسدد، ولو أن لاحظوا في الوقت اللي كان يحاول أنه يسدد كان تدخل ديال الدفاع، الكرة مرات جانبا. غادي تنفذ الشرط من بدر قدرين. الرأسية ديال عماد الخنوس، انتبهوا المحاولة داخل منطقة الجزاء. اسماعيل الحداد، تدخل الحارس وإبعاد الكرة. تدخل الحارس بعد تسديدات اسماعيل الحداد. شرط لفائدة فريق الوداد. لاحظوا هشام العلوش تحت الضغط، ضغط كلي، ضغط قوي من فريق الوداد. سيدي بونا عمار، ترفعت كرة داخل منطقة الجزاء، دي فرصة وفوق المرمى. فوق المرمى، تمريرة ممتازة داخل منطقة الجزاء. كانت المتابعة ديال اللاعب زكريا عذراوي. لاحظوا التمريره ديال سيدي بونا عمار ما كانش هناك وضعيه تسلل بتاتا. طلب الكره لاعب زكريا عذراوي، التمريره كانت ممتازه وفرصه تضيع على فريق الوداد الذي كان قريبا من تسجيل هدف. لاحظوا عدد الفرص وعدد المحاولات اللي ضاعت بليبيا امام ابو سليم بصفر ليميتلي، في انتظار ان شاء الله تحقيق التاهل بمركان. هذه فرصه راسيه وفرصه الهدف. فرصه الهدف تضيع. كانت متابعه كذلك ديال هشام العلوش.